عدم التعافي من حلم راح من ايدك هو اعتراض على قضاء ربنا. فهو ربنا شايف تعبك وشايف اجتهادك، مش هيديك الحلم ومش لازم يديهولك، بس هيعوضك بحاجة تانية. انا بقولك، انا اقسم بالله كلام انا مش واثق فيه، انا متأكد زي ما انا متأكد ان في شمس وارض. مفيش حاجة هتعملها في حياتك بنية صافية سواء اجتهاد، مش بكلمك في دين، لا 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 خالص، بكلمك ان انت تصفي نيتك وانت بتجتهد في طموحك في شغلك، لا يمكن هتروح على الارض، والله ما هتروح، هترجع لك اكتر ما كنت تحلم، بس هتجيلك بشكل تاني. وانت هتبقى قاعد مش فاهم يعني عملت ايه عشان اخد الحاجات دي، عملت ايه؟ لا انت عملت حاجات تانية انت ناسيها، بس هي كانت حاجات في منطقة تانية خالص. فاوعى تزعل على حلم، وما تقساش على نفسك ابدا ابدا.